من كيلو دقيق واحد بس هنعمل احلى قرص هتكفي العيله كلها وتنفع للمدرسه، بمكونات بسيطه سهله وسريعه وموجوده في كل بيت. شوفوا طراوتها وحلاوتها عامله زي القطن جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفه. دلوقتي معانا كوبايه ونص ميه، ومعاهم نص كوبايه لبن، وهنحط عليهم كيس خميره ونص كوبايه سكر. هنقلبهم مع بعض جدا 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 لحد ما يتمسكوا مع بعض. دلوقتي احنا معانا كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، ومعانا دلوقتي هنحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بس انا المعلقة بتاعتي كانت صغيرة فحطيت كده معلقتين. هنقلبهم زي ما انتم شايفين كده، هنقلبهم بالمعلقة كده. ومعانا بقى بصوا بقى نص كوباية ربع كوباية زيت، وعليهم نص كوباية زبدة او سمنة. انا كانت عندي زبدة حطيت زبدة. هحط شوية بس منهم كده اخلطهم مع بعض، واحط بقى بص المكونات السايلة مع الجافة وهقلب. بصوا عشان هنا بقى في تكة هقولكوا عليها جدا جدا لازم تكونوا عارفين. العجن اهم حاجة تعجني فيها. بصوا بس انا هلم كده بس معاكم العجينة زي ما انتوا شايفين كده، واحط شوية من الزيت والزبدة، او عندك سمنة حطي عشان تكون يعني طرية معاكي. دلوقتي انا حطيت بس حبة صغيرين عشان ايه الم بيهم العجينة. وانا اصلا كده كده مش هحطها كلها، هعمل بيها تريكاية كده هتشوفوها معايا في الفيديو. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي بقى انا بصوا همسك اعجن فيها لحد ما اطلع روحها. لازم العجن اهم حاجة بقى في القرص دي، العجن تعجني كويس جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كل ما بعجنها لازم برضو احط من الزبدة والزيت دول، لازم لحد ما ايه تبقى مطلعة كده معايا ملبنية خالص العجينة. تمسكيها تلاقيها طرية كده وبتمط معاكي. دلوقتي كل ما بقى ايه ما بعجن الاقيها بصوا لسه. اروح حاطة شوية سمنة وزبدة وزيت، واروح ايه اعجن. لازم تعجني لمدة مش اقل حاجة 10 دقايق. يعني افضلي اعجني 10 دقايق. كل ما تعجني كل ما هتطلع معاكي العجينة جميلة جدا هشة وطرية، وهتقعد معاكي اطول وقت ممكن. بصي انت تعجني هي اديك هتوجعك شوية، لو انت عندك عجين اعجني بيها، بس انا برضو بحب ايه العجن في الايد احسن. بصوا هنا بقى يا حبايبي، هنا لما ايه جبت اجلها. بصوا شايفين بقت عاملة ازاي. بصوا بقى هنسيبها تتخمر بتاع نص ساعة. احطها في بولة فيها شوية زيت، احطها شوية زيت واحطها شوية زيت واحطها من فوق شوية زيت، وهغطيها واسيبها تتخمر ساعة نص ساعة. بس انا الصراحة سبتها نص ساعة ولسه عشان في تخمير تاني اهو هوريها لكم تاني. دي بقى بصوا بعد ما اتخمرت بقت، شوفوا بقت شكلها عاملة ازاي، جميلة وتحفة ازاي. بصوا بقى يا حبيبي بصوا شكلها بقى عامل ازاي. بصوا العجينة معايا ازاي بقت زي مورقة، بقت مورقة ازاي. هنا بقى بصوا هشكلها على كور. انت بقى عايزة تحشيها احشيها. انا عملتها بصراحة كلها سادة، علشان تبقى ايه معايا جميلة وحلوة. هتجيبي الصينية تدهنيها دهنة زيت صغيرة وتحطي فيها ايه العجينة، وتسيبي بينها من بعض مسافة. انا سبت من بعض مسافة بس برضو اتخمرت وعملت في بعض، بس هي بقت حلوة بصراحة يعني ما فيهاش حاجة. بصوا هتخمري وتتكي تكه بسيطه كده وايه، وتقعدي تخمري فيها. انا ابني كان معايا كان عايز اعمل له شكل، بس ما عرفتش اعمل له الشكل اللي هو عايزه. فعملتها كده باللي احنا عارفينه يعني. اهو هنا بقى طالب مني شكل معين ومش شكل معين، قلت له لا يا ابني انا مش هعرف، عايز نعملها وردات كده وانا ايه على قد مش عارفه، بس مش عارفه. عشان كده ايه اخر مره ما زهقت انا عملت لي واحده صغننه كده، بس ما رضيتش بصراحه اطول عليكم الفيديو. دلوقتي بصوا بعد ما شكلت الكميه كلها هسيبها تتخمر وهوريها لكم. بتك كده تكه بسيطه جدا 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 علشان ايه علشان ايه ما تبقاش مكتومه وتتفرد معاكي لما تتخمر، ما تبقاش مكلكعه يعني.